أسعد الله صباحكم في كل خير. نحن الآن في زيارة لمتحف الأستاذ صباح السعدي. التقارير اللي نزلناها عن المدرسة الرشيدية من ضمنهن في قضاء المسيب، يعني من ضمنهن يعني اللي كانوا يداومون بهن. راح يذكر لنا الأستاذ صباح الأسماء بالتفصيل الكامل. أستاذ صباح شلون؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذنا الغالي، حدثنا عن المدرسة الرشيدية واللي كان يداوم بها، شلون حصلت هاي الأسماء يعني أستاذ؟ طبعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا طبعا في دعوة من الأستاذ محمد هاشم، احنا زرنا قضاء المسيب، وقضاء المسيب أنا أعتبره عروس الفرات لما في معالم تاريخية وموقع الجغرافي المهم على نهر الفرات. صورنا المدرسة الرشدية العثمانية، كانت بعد في بداية يعني بعدها ما مؤهليها، كانت في بداية التأهيل يعني. ايه فصورناها وكان الفيديو له طبعا صدى واسع، وكانت وياي اسد ذكاء، ومنو كان ويانا بعد في وقتها؟ استاذ محمد طبعا اكيد هو صاحب الدعوه. اي واحد الاخوه اي سيد حيدر. فمن صورناها هذا الفيديو اخذ صدى كلش واسع. احد الاخوه من باسطنبول يعني في تركيا راح للوثائق العثمانيه وطلع لي اسماء الطلاب اللي كانوا يداومون بهاي المدرسه. يعني استاذ عن طريق المنشور اللي شافوه؟ عن طريق المنشور. قال لي دخل علي على الخاص، قال لي انا من خلال منشورك، هو الاستاذ حكم طبعا، حكم اغا. قال لي انا من خلال المنشور مالتك انا دخلت رحت للارشيف العثماني وطلعت اسماء الطلاب مال المدرسه بسنه 1910. وهاي طبعا الاسماء انا راح اذكر لنا استاذ بعض الاسماء منها. هو طبعا الاخ اللي دزنان حكم عبد الكريم اغا، حكم عبد الكريم اغا اللي دزنا طبعا اسماء الطلاب اللي موجودين في داخل. نعم، تذكر انه متخصص بالارشيف العثماني، هو متخصص بالارشيف العثماني، بس هذا جهد طبعا يشكر عليه، لان الطلاب اللي كانوا يداومون بال 1910 يعني قبل 113 سنه هو دزنا اياهم. هاي راح تكون طبعا هاي دعوه طبعا للسيد قيم مقام المسيب، هاي يمشي هاي نذكر، ودائره اثار المسيب، انه تكون هاي الاسماء داخل هاي المدرسه، مع شكر وتقدير للاستاذ حكم. يعني هاي رساله احنا نوجهها من الاستاذ صباح انه يذكر انه هاي الاسماء مو ياهل كان يحصل عليها، لا هو راح بجهد وتعب طلعها من الارشيف العثماني وراح نخليها احنا بالمدرسه. طبعا اكيد هم يعني احفادهم موجودين. راح نقرا بعض الاسماء طبعا. عندنا شو يقول عندنا طبعا جدول امتحان العمومي لطلبه مدرسه المسيب الابتدائيه سنه 1326، طلاب الصف الثالث. إذا أحد من أحفادهم يتذكرهم: محمد رشيد أفندي ابن محمود أغا، جاسم أفندي ابن ناصر أغا، خضير أفندي ابن شنون أغا، حسين أفندي ابن شوكة أفندي. يقول ذهب للشامية، الظاهر هذا منقول. نعم. الظاهر منقول. طلاب الصف الثاني: محمد ناجي أفندي ابن حاجي قاسم أفندي، عبد الرزاق افندي ابن فتاح اغا. المهم الاسماء مال الطلاب حتى ما نطول عليكم لحد قامتين هي. اخر اسم هو صالح افندي ابن خضوري اغا، كاتبين رسب، هذا خطير. رسب افندي ابن الياهو اغا، ايضا رسب. طبعا شوف هذا ما يدلل على انه المسيب كانت فد نسيج اجتماعي يسكنوها العرب واليهود العراقيين والمسيحيين، كل الطوائف موجوده هنا اسمائهم. هذا قبل الامتحان مأذونا ذهب إلى النجف الأشرف، يبدو أنه ما ممتحن. على كل هذا. وأيضا طلاب الصف الأول: مجيد أفندي بن موسى أغا، وغريب أفندي بن محمد. شوف هنا شو يقول: أفندي بن موسى أغا، يعني يبدو أنه هاي الشخصيات اللي كانت تداوم يبدو أنه بعض منهم ولد ذوات يعني أو أقارب أو كذا. فيقول هذه طبعا هي هنا مكتوب، يقول على شكل جدول تم تقديمه في 8 شعبان سنة 1328 هجري، وفي 1 أغسطس 1226 رومي 1910 ميلادي. يعني سنة 1910 استاذنا الغالي هذا الشخصية العراقية اللي إنسان قاعد في تركيا اسمه حكم عبد الكريم أغا. هذا جهد يعني جهد يشكر عليه، لأنها راح تبقى للأجيال داخل المدرسة. هذه المعلومات لازم تنضاف بالمدرسة، إنه يخلون بوستر خاص، هذه الأسماء لازم إنه تنحفظ. تمام، تصير داخل اطار تتجيم وتصير داخل رساله لوزاره الاثار. يعني اول قام مقام المفروض يعني يأطرها الاسماء هاي ويخليها على مود احفادهم واحفاد احفادهم. من يجي يشوف يقول لك احنا
يعني تراثنا هذا تراث حياتنا هاي هنا بهالمكان، فاحنا نشكرهم مقدما. استاذ علي. احنا هاي البنايه اللي احنا فيها هذا المركز الثقافي البغدادي اصلا هي مدرسه رشديه عثمانيه، فنتمنى انه نفس الاسلوب اللي سواه استاذ حكيم انه هذه المدرسه ايضا عندنا مدرسه ثانيه في مدينه السليمانيه هم مدرسه رشديه، فنتمنى هاي تتكرر كل المدارس تكون اسماء الطلاب مذكوره بالضبط. سعادتك رساله انت متوجهها القائمين على المدرسه حاليا هسه او وزاره الاثار، هذا شيء مهم ينذكر انه ان شاء الله الاسماء هذه يسوي البوستر. ان شاء الله استاذ حكم ما ينسى المركز الثقافي البغدادي، وايضا كان هو مدرسه رشديه في زمن الدوله العثمانيه، ولكن انت جهدك كشاب يافع، شاب لك مستقبل ان شاء الله في مجال التوثيق. وجودك استاذ احنا في مجال التصوير والتوثيق، انت كنت الراعي الاول لتصوير هاي المدرسه، لو مو انت تودينا على المدرسه العثمانيه بالمسيب هذا الجهد كله ما يصير. هذا جهد من جهدكم، هذا جزء من جهد. شكرا لك وشكرا لكل اخوتنا واهلنا بالمسيب، واتمنى هذه كخطوه حلوه انه تتعمم على كل المدارس القديمه اللي موجوده في زمن الدوله العثمانيه، وشكر وتقدير خاص للاستاذ حكم اللي هو يروح يزور مركز الارشيف العثماني ويطلع وثائق، يعني هذا جهد وطني انا احييه والله. بارك الله بي وبارك الله بيك انت، وبارك الله بالذكاء والاستاذ علي. بارك ان شاء الله انتظرونا في حلقات اخرى. ان شاء الله. الى اللقاء.